فكان كابتن مجدي عبد العاطي بيقول لي في ايه ما تسخن مع زمايلك، مش قادر اسخن مع امتى. جمهور لما جمهور النادي الاهلي كله بيناديني، طبعا كان الناس كلها عارفه ان انا المفاوضات بيني وبين الاهلي وكده. عشان كده كان بيقول لي ما تلعبش ماتشات الاهلي. لا لا. وقعدت مع ناس منهم بعد ما جيت النادي الاهلي، الناس محترمه جدا، الناس بتحب النادي الاهلي، بتشجع الكيان وعايز النادي الاهلي دايما فوق، دايما كل البطولات النادي الاهلي لازم يكون حاصل البطولات زي ما هم بيقولوا. لكن اللي هي المشكله اللي بيقولها شريف، هي في نقطه كده مش عارفينها، يعني حاجه بتوصل غلط على اللعيبه بتتواصل دايما بتسوء العلاقه بيننا وبينهم بشكل غير طبيعي. بس اعتقد دي بدايه قويه جدا يا كابتن. لا لا، دي ان شاء الله. بص حضرتك المنظر عامل ازاي، اعتقد واحنا الحمد لله كابتن حسن ده جمهور يستاهل التحيه يعني. لا جمهور كابتن حسن ان هو يروح لهم دي وفي حاجه كمان يا كابتن، في حاجه احنا ناسينها يعني. برضو انا ببارك نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك على بطوله كاس مصر، ان جمهور الزمالك برضو يعني ناس محترمه بالظبط، يعني ظهروا بمظهر كويس جدا وفي الماتش النهائي، ودي حاجه يعني ده حقيقي. جمهور الزمالك بدايه نقول بدايه جديده وصفحه جديده، ان الجمهور يرجع والامن يرجع تاني والامور تبقى تمام. ودي حاجه كويسه يا وليد، مدى الاخلاص الجمهور للنادي بتاعه، ودي الرياضه ان انت تبقى مخلص للنادي بتاعك. ده اللي احنا كنا فيه يعني، دي مش حاجه جديده، ده احنا كنا ماشيين على الوتيره دي من فتره، بس اللي حصل وقت الثوره والحاجات اللي حصلت هي اللي بوظت الدنيا شويه. لكن ده حاجه مش جديده على الجمهور ولا على اللعيبه، ان الامور تبقى ماشيه تمام والامور ماشيه كويسه، ان الجمهور معاك في كل حته بيشجع كويس باحترام. لك دي يعني انا شايف ان فضل ربنا سبحانه وتعالى لينا يعني، وشايف ان احنا ربنا كرمنا بالبطولتين دول بالذات والله بجد، عشان خاطر الاحداث بتاعت بورسعيد والشهداء اللي راحوا بورسعيد. طبعا دي اهم حاجه. انا شايف توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، وتاني حاجه عشان خاطر الناس اللي ماتت دي. ناس النادي الاهلي نادي كبير، ناس كتير ضحت له وناس كتير تعبت عشانه. ده برضه جمهور الزمالك اهو برضه في الجونه في عز الحر يعني لا بيروحوا ورا فريقهم في كل حته يعني مش سايب الفرقه يعني. برضه الزمالك بتمر بظروف صعبه، خرج من بطوله افريقيا بتاع، بس برضه الجمهور معاه والجمهور مصمم ان الزمالك هيكسب وهياخد بطولات. ناس محترمه والله، بنشكرها جمهور الزمالك وبنشكر جمهور الاهلي، ونتمنى من ربنا ان الفتره الجايه يرجعوا لنا الكوره زي زمان، ونشوف الحاجه اللي بتفرحنا في المدرج وبتخلينا نعمل كل حاجه في الكوره، بنبقى يعني الواحد زي ما حضرتك قلت بيبقى بمزاج في الملعب. كابتن وليد حاسس ان احنا راجعين يعني؟ كل الناس يوم ماتش الزمالك قالوا احنا راجعين وهم خايفين شويه. بعد ماتش امبارح الاهلي كله قال لك لا احنا خلاص احنا رجعنا في دوري وهنلعب والجمهور مفيش مشكله. حاسس ان احنا راجعين ولا حاسس لسه في مشكله؟